في كتب لما تمسكها تحس إنها مش بس مكتوبة علشان تشرح لك حاجة، مكتوبة علشان تفتح بيبان كانت قافلة من سنين. تحس إنه في صوت جوه الصفحات بيناديك، مش بيعلمك بس، ده بيفكرك أنت مين، تستحق إيه، وإزاي ما تضيعش نفسك في دوشة العلاقات. والكتاب اللي معانا النهاردة بالذات من النوع ده، Why Man Loves، اللي كتبته الكاتبة الأمريكية تشاري أرجوف، ونشر لأول مرة سنة 2002. بس لحد النهاردة لسه بيتقرأ، ولسه الناس بتتكلم عنه، لأنه مش بيقدم وصفة سحرية للعلاقات، هو بيقدم مراية للناس اللي نسيت تحب نفسها وسط حبها لناس تانية. الكتاب اسمه ممكن يكون صادم شوية، بس مهم نوضح من البداية إن البنت اللي بتتكلم عنها الكاتبة في الكتاب بتاعنا مش معناها الست اللي مش محترمة، ولا اللي بتتعامل بوقاحة وندية وهجومية. العكس تماما، هي هنا رمز لست قوية عارفة قيمتها، مش بترضى تضحي بكرامتها ولا بهويتها علشان تكسب رضا حد. صحيح إن الكتاب موجه في الأساس للستات، وخصوصا اللي قادرة على التحدي وعلى المواجهة، بس أنا شايفة، وده اللي خلاني أقدمه ليكم النهاردة، إن الرسائل اللي فيه بتهم أي إنسان بيعيش علاقة، وأي نوع علاقة، راجل أو ست، صديق أو حبيب، زوج أو زوجة، أخ أو أخت، إن شاء الله ست الحبايب. لأن الكرامة والحدود وحب الذات مش مفاهيم أنثوية ولا ذكورية، دي مفاهيم إنسانية. تعالوا نغوص سوا في صفحات الكتاب ده، نقف عند كل فكرة، نعيشها ونحس بيها، يمكن نخرج منها بحاجة تغير نظرتنا عامة. الفصل الأول، مين هي البش؟ أول حاجة بتبدأ بيها الكاتبة هي تعريف الكلمة اللي خلت الكل يقف عند عنوان الكتاب. وزي ما قلنا قبل كده، الكلمة هنا مش معناها واحدة مش كويسة، معناها شخصية قوية، مش بتتهز بسهولة، ومش بتضيع نفسها علشان ترضي غيرها. بمعنى تاني، هي الشخص اللي بيحط نفسه على الخريطة، ما بيختفيش في ظل علاقة أو ظل عيلة، وما بيسيبش مشاعره تجره المكان مش مكانه. وده على فكرة مش حاجة سلبية، ده وعي ونضوج. اللي بيضحي بكل حاجة علشان يرضي الناس بينتهي في الآخر خالي الروح والقلب والجيوب وكله، فاقد احترام وتقدير اللي حواليه ليه قبل ما يكون فاقد حبهم. والكاتبة هنا بتحكي عن النموذج اللي للأسف كتير مننا اتربى عليه، اللي بيوافق على كل حاجة، واللي بيقول حاضر حتى لو جواه عايز يقول لأ، اللي بيسيب احتياجاته دايما آخر حاجة، ده لو فكر فيها أساسا، اللي بيعيش علشان اللي حواليه يكونوا مرتاحين حتى لو هو تعبان. واللي حواليه هنا تعود على أي إنسان وأي نوع علاقة، مش في الحب بس. بتعمل كل ده علشان الناس تحبك أكتر، بس العكس تماما هو اللي بيحصل. من كتر ما انت متاح وخدوم، وبتدي حب هنا وفلوس هنا ووقت هناك ومشاعر هنا، بتحس في الآخر انك مش متقدر برغم كل اللي بتعمله. على الجانب التاني بقى، الشخص اللي بيحترم نفسه، اللي عنده مبدأ، اللي بيعرف يقول لأ وقت اللزوم، اللي بيعرف يحط حدود حتى مع أقرب الناس ليه، وبيحترم نفسه وبيقدرها، هو الشخص اللي حضوره ليه وزن وغيابه ليه معنى. يمكن احنا اتعلمنا نكون طيبين زيادة عن اللزوم، ومعظمنا أهلنا ما قالولناش إن الكرامة مش ضد الطيبة، بالعكس، احنا معظمنا اتربى على إن الكرامة واحترام الذات أنانية، وإنك تقول لأ على حاجة مش عايزها تبقى وقاحة، وإنك تحط حدود لأي حد إن شاء الله أهلك لو بيستغلوك طبعا، تبقى مش متربي كويس.
بس على مين؟ احنا جالنا ما شاء الله بنقرا وبندور وبنطور في نفسنا، وفهمنا بسرعة قوي انه ده مش صحيح. انك تحط حدود وتحترم نفسك وتحبها وتاخد بالك منها قبل اي حد واي حاجة، ده نضوج. لازم تحمي نفسك من الاستهلاك. تعالوا بقى نشوف الفصل التاني. الإنسان بطبعه بيحب التحدي، مش الحاجة اللي مضمونة. لو ركزنا شوية حوالينا هنلاقي إن الإنسان بطبعه بيحب الحاجة اللي بيجري وراها، اللي بيتعذب عشانها، مش اللي بتيجي بسهولة ولا اللي متاحة طول الوقت من غير ما يطلبها. الكاتبة هنا بتتكلم عن قيمة المسافة في العلاقة، وبلاش أفكركم كل مرة ده أي نوع علاقة مش العاطفية بس. بتقول لما تكون دايما موجود ودايما بترد ودايما بتقول حاضر، يبقى وجودك متوقع، واللي متوقع بيبقى مش مثير. يعني what is expected is not exciting. لما الحاجة تبقى مش مثيرة الرغبة بتموت. أوقات كتير بنفتكر إن قربنا المستمر لحد هو دليل عن حبنا ليه، بس الحقيقة القرب اللي من غير مسافة بيخلي العلاقة مخنوقة ودمها تقيل. وساعات القرب الزيادة بيخلي الناس تتعود عليك أكتر وتطلب منك وتستنى منك حاجات أكتر، وساعات بيبقى الكلام كمان أكتر، وكتر الكلام عادة نهايته مش سعيدة. على فكرة الناس بتحب الشخص اللي عنده أولويات، اللي وراه شغل، عنده مواعيد، رايح الجيم، بيقرأ كتاب، بيتأمل، اللي مش فاضي دايما. وده مش تناكة زي ما الناس هتقولك، هو ببساطة إنه عندك حياة، عندك عيشة لازم تعيشها، عندك تجارب لازم تمر منها. وده مش بس بيخلق احترام، ده بيخلي الناس تشوفك إنك إنسان مستقل مش مجرد امتداد ليهم. الفصل الثالث، الحب مش معناه إنك تسيب دماغك ورا. الكاتبة بتقول إنه في فرق كبير بين الحب الحقيقي والتعلق اللي بيخلينا نبرر كل حاجة ونتغاضى عن كل شيء وندي أكتر ما نقدر ولحد ما ننزف. وتاني، ده مش العلاقة العاطفية بس، انت ساعات بتلاقي حتى أهلك بيستغلوك عاطفيا كان بقى وماديا، المهم إنه بيحصل. في ناس بتفتكر إن الحب هو إننا ندي من غير حدود، نسامح من غير تفكير، ونغفر حتى لما الإهانة تتكرر. لكن الحقيقة الحب اللي بياخد منك احترامك لنفسك مش حب، ده اعتماد مرضي. الوعي في الحب مش بيقلل منه، الوعي بيحفظه، بيخليه نضيف، آمن ومش مؤلم. مفيش تناقض بين إنك تحب بصدق وإنك تحب نفسك وعلاقتك مع شخصك أكتر من أي علاقة تانية. الفصل الرابع، الغموض مش لعبة لكنه لغة جذب. الناس بتحب تكتشف، دي فطرة. مفيش حد بيحب الشخص اللي كل تفاصيله واضحة من أول لقاء، اللي حكايته كلها محكاية وأسراره كلها مكشوفة. على فكرة أنا شخصيا اتعلمت ده مش من زمان قوي. من 3 سنين كنت في إسبانيا سياحة، وقابلت ست من بلاد عربية ما، كلاسي ومثقفة وعندها بوزيشن في شركة كبيرة في بلد ما برا يعني، وكان معاها أولادها ما شاء الله ونعم التربية. فحسيت إني مش عايزة أفوت الفرصة دي عشان أتعلم منها حاجة، فعملت فيها أنس بوخش وسألتها إيه أول درس علمتيه لأولادك وبتبقي عايزاهم دايما فاكرينه. ردها كان بسيط بس عميق. قالت لي بالإنجليزي كده not to volunteer information، يعني ما يتبرعوش بمعلومات. وقصدها هنا إنه حتى لو حد سألك سؤال مباشر عن حاجة في حياتك خاصة بيك، أنت مش مجبر ترد. أنت ممكن تقول إنه دي حاجة خاصة مش عايز تتكلم فيها. ولما بنقول ما تتبرعش بمعلومات، ده مش معناه معلومات خاصة عنك وبس، لأ،
انت حتى النصيحة مش لازم تتبرع بيها. لو حد ما سألكش عن رأيك أو عن نصيحتك ما تتبرعش بيهم كده لوحدك. يعني ما تقولش كل حاجة، خلي فيه حاجات لنفسك. تأمل قبل ما تتكلم، خلي ليك حديقة أسرار خاصة بيك. زي ما بيقولوا الفرنسيس garder un jardin secret. وهنا المطلوب منك مش إنك تكون غامض بشكل مصطنع، ولا إنك تخبي حقيقة مهمة، ولا إنك تكذب، لكن بتفكرك إنه في فرق بين الشفافية والانكشاف الكامل. الناس بتحب الغموض الجميل اللي يفتح النفس للاكتشاف، اللي يخلي اللي قدامك يفكر ويسأل ده مين؟ وراه ايه؟ بيفكر ازاي؟ الغموض على فكرة مش برود، ده هيبة. بيخلي وجودك مش مفهوم بالكامل بس مرغوب جدا. الفصل الخامس، اللي يعرف يسيب مساحة بيخلي الشوق يشتغل. العلاقات اللي فيها التواجد المستمر بيبقى فيها عادة خناقات كتير حتى لو كان الحب حقيقي. الكاتبة بتقول ما تحاولش تعيش على فكرة إنك لازم تبعت وتتصل وتسأل كل شوية عشان تضمن الحب. اللي يعرف يختفي شوية من غير ما يهرب بيسيب للطرف التاني مساحة ووقت عشان يوحشه، يفكر، يسأل نفسه هو أنا مفتقد الشخص ده؟ وغيابك بياخده في حتت وأسئلة كتير، زي هو أنا بعامل الشخص ده كويس؟ هو أنا مقدره؟ غيابك بيدي اللي قدامك وقت يسأل نفسه عنك ويعرفك أكتر. ووجودك الزايد بيخلق عنده مشاكل وحرق دم ليك وللطرف التاني. وجودك مع نفسك بس بيخليك تتعرف عليها، وبيدي للطرف التاني فرصة يقضي وقت أكتر مع نفسه ويتعرف عليها كمان. صدقوني قدرة الواحد على إنه يقضي وقت كتير مع نفسه ويتأمل فيها وفي عظمة الخالق ويشتغل على نفسه ويطورها ويحبها، ده في نظري أحلى وأعظم درجة نضوج ممكن يوصل لها الواحد. ما تبقاش حاضر طول الوقت، حتى لو قلبك بيقولك قرب أكتر اسمع عقلك كمان، وخلي للمسافة مكان عشان الشوق يشتغل ويخلي الرجوع بعد مساحة صغيرة كانت أو كبيرة أعمق من القرب المستمر. الفصل السادس، ما تتنازلش علشان ترضي حد مش بيقدرك. اللي بيمشي لما يتهان بيسيب بصمة ما تتنسيش، لكن اللي بيسامح على الإهانة بيفتح الباب للإهانة خلاص تتكرر وكتير. الكاتبة هنا مش بتشجعك تقطع علاقاتك عند أول خلاف ولا تبقى شخص صعب ومتشدد، لكن بتقولك خليك واضح مع نفسك. هل الطرف التاني بيقدرك ولا بيشوفك دايما الشخص اللي هيسامح مهما حصل فبيستغل ده؟ هل بيستغل طيبتك وإنك إنسان خدوم؟ وده زي ما قلتلكوا ممكن يكون في أي علاقة، حتى علاقتك مع أهلك. أديلكم مثال، لو عندك أخ ما بيديش حاجة ولا بيساعد في حاجة، يعني لا مشاعر ولا وقت ولا فلوس، وعايش لنفسه، وانت بقى الابن الكويس اللي بيدي وقت ومجهود ومشاعر وفلوس، فأهلك ما يطلبوش حاجة من أخوك اللي أصلا مش هيدي حتى لو طلبوا منه، وبيتعاملوا معاه كويس قوي وممكن يدفعوله حاجات وياخدوا بالهم منه، بس انت عشان بتدي يستنزفوك ويستغلوا طيبة قلبك وما يحترموش حياتك ولا حدودك، فبتلاقي نفسك بتدي أكتر من طاقتك بكثير عشان تعوض الفراغ اللي عمله أخوك. وجاس وات هيحبوا وهيحترموا أخوك أكتر منك. وده ممكن يحصل في علاقة عاطفية كمان، يعني زوج أو زوجة مثلا بتلاقي واحد من الطرفين مضغوط أكتر، يوصل العيال للمدرسة، ياخدهم التمرين، الساعات الإضافية، أكلهم، ينيمهم،
والتاني بره مبسوط مع أصحابه. وهنا أنا مش بحدد رجالة أو ستات، لأنه في وقتنا ده الاتنين ممكن يلاقوا نفسهم في السيتويشن دي. الكرامة والحدود مش كلام فاضي، هي حاجة لازمة لأي علاقة حقيقية. ولو فقدت احترامك لنفسك عشان أي حد، صدقني هتيجي لحظة وهتخسر كل حاجة، حتى الحب. الفصل السابع: وقتك هو قيمتك. الناس بتقيس قيمتك من طريقتك في إدارة وقتك. لو دايما فاضي، دايما بتلغي خططك علشان حد وبتسيب كل حاجة عشانهم، سيبني أبشرك، قيمتك في نظرهم هتنزل. بس لما يكون عندك جدول وأولويات وتفاصيل في حياتك بتحبها وبتديها وقتها، الناس بتشوف ده وبتحترمه. الفصل الثامن: الكرامة مش قابلة للتفاوض. ده آخر فصل، بس ممكن أهمهم. الكاتبة بتختم بفكرة قوية: اللي بيحترم نفسه دايما محبوب حتى لو ما حاولش. الناس بتحس لما تكون حاطط لنفسك حدود، بيشوفوا فيك شخص صعب يتكسر وصعب يتنازل عن نفسه. قولها بوضوح: أنا مش هقبل ده، مش من باب العند، لكن من باب احترامي لنفسي، لنفسك قبل أي حد تاني. لأن أي حب من غير كرامة بيتحول ببطء لضعف ومهانة. كتابنا النهاردة مش بيعلمك تبقى صعب أو جامد، ولا بيشجعك تكون شخصية متعجرفة علشان تلفت الانتباه. الكتاب ببساطة بيقولك لو ما قدرتش نفسك، ما تستناش إنه حد هيقدرك. ولو ما وقفتش لنفسك وقفة حقيقية، هتلاقي نفسك في الآخر بتدور على حب اللي حواليك ورضاهم وانت خسران نفسك. فاحترم نفسك حتى وانت بتحب، لأن الحب الحقيقي مش ضد الكرامة، الحب الحقيقي بيبدأ منها. لو حسيتوا إنه الفيديو لمس حاجة فيكو، اعملوا لايك واشتركوا وسيبولي تعليق. رأيكم مهم قوي بالنسبة لي عشان أطور من المحتوى بتاعي. ايه أكتر فكرة حسيتوا إنها بتكلمكم؟ استنوني في ملخص جديد وحكاية جديدة من القلب. بينا كلام مع ريم.